راهم اليوم العبيد شبيبة القبائل راهم ما لعبوش معاكم طريقة اللعب اللي لعبوها في مرحلة أو في مباراة الذهاب، لأنه أي فريق وقت اللي ينتصر، وخاصة نحكي عن الأندية العربية، وقت اللي في مرحلة الذهاب ينتصر 3-0 ويضمن بنسبة 100%، مانيش نحكي نسبة كبيرة، لا بنسبة 100% تأهل دوري مجموعات ولا نصف نهائي ولا نهائي ولا اللي هو، راهو ما عادش باش يلعب معاك بنفس الطريقة. شفنا شبيبة القبائل بداية المقابلة مركح اللاعب، مخلي الاتحاد المنستيري هو اللي يدور كورة يمين يسار كذا كذا، ركحوا روموا ونفس الحكاية اللي عملها له في ملعب الطيب البيري ويغشموا على وجهه. شراف الهدف الاول ارجع خليه كذا كذا، الاتحاد المنستيري يسجل هدف التعادل، يزيدوا هدف الانتصار في اخر دقائق المقابله. تصور انت اليوم العبيد شبيبه القبائل لو كانوا مطالبين مثلا باش ينتصروا 4 ولا 5-0، اقسم بالله استغفر الله واحد ما يحلفش، لكن متاكد بنسبه كبيره انه فريق شبيبه القبائل قادر على النتيجه هذه، وخاصه وقت اللي تكون اللعب على ارضه وامام الجماهير. وماناش نحكيو على اي جماهير، ماناش نحكيو على جماهير عاديه يا صاحبي، هربوا بينا شبينا ما حبيناش نفهموا، شبينا ديما قاعده عندنا لغه الانا، انا كنت انت توا انت ما عادش. اليوم كي تشوف ملعب تيزي وزو اللي يتسع اكثر من 55,000 متفرج، ثم اكثر من 50,000 متفرج، لولا القانون نتاع الكاف اللي يقول لك يلزم تعطي كوتا معينه للفريق المنافس، اليوم راهو الملعب معبي 100%. الانصار شبيبه